رسميا المنتخب المغربي يهدي الكوت ديفوار ببطاقة العبور إلى دور الستة عشر بعد الفوز على زامبيا 1-0. وكيهدي التأهل إلى المنتخب الكوت ديفوار. المنتخب المغربي متأهل سلفا، الآن تأهل ومتصدر المجموعة. المنتخب المغربي سوف يواجه جنوب إفريقيا في الدور الثاني، أما المنتخب كوت ديفوار سوف يواجه المنتخب السنغالي. وهذه باقي المواجهات، نيجيريا والكاميرون مواجهة صعبة، غينيا استوائية مع غينيا، وكونغو ديمقراطي مع المنتخب المصري، بوركينا فاسو مع مالي، والرأس الأخضر مع موريتانيا، وناميبيا مع أنغولا. هذه هي مباريات ديال دور 16 من بطولة إفريقيا. لكن في مباراة اليوم المنتخب المغربي قدم أداء ممتاز، سيطرة واستحواذ وكان الأحق بالفوز، لكن المنتخب المغربي يهدر فرص أمام المرمى. أمام المنتخبات كجنوب إفريقيا حيكون مقابلة صعيبة أمام جنوب إفريقيا، ماشي هي زامبيا. أما بالنسبة